وجه الإعلام الجزائري اليوم انتقادات واسعة إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إثر دعوته يوم الجمعة إلى أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى تشريف الكرة الوطنية وتقديم مستوى يليق بها في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالجزائر ما بين 29 من أبريل و19 ماي المقبل. وبسبب هذا التغير المفاجئ يوجه الإعلام الجزائري سمومه تجاه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع قائلا: لم يكن عند كلمته وهي عدم مشاركة المنتخب المغربي 17 سنة في نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر نهاية هذا الشهر. وأضاف الإعلام الجزائري: حيث قرر المشاركة والتنازل عن مبدأ عدم المشاركة في البطولات التي تنضمها الجزائر، وقرر الذهاب في رحلة غير مباشرة المغرب، تونس، الجزائر. وتابع لقجع: تأكد أن كل محاولاته الصبيانية للتأثير على التنظيم الجيد للجزائر باءت بالفشل، وبكائه لرئيس الكاف ورئيس الفيفا ماهي إلى بكاء تماسيح. ويضيف نفس المصدر الجزائري: علامة اقتباس مزدوجة. أخيرا المنتخب المغربي مرحب به في الجزائر كبقية المنتخبات المشاركة.